اختي العز اللي ظهر عليكم فجأة وكل شوية عندك كوافير بتنفخ وبتشد. وبعدين يا هند هعمل ايه يا هند؟ خلاص البضاعة بتشطب يا محمد، والناس هتفضل ديانة بقى، هتفضل كل شوية عايزين فلوس وعايزين بتاع، وهجيب حاجات ازاي من غير فلوس كده، وكله هيبقى بيطالبني، هعمل ايه؟ واكيد التجار محدش هيقدر ينزل لك اي حاجه غير لما ياخدوا فلوسهم القديمه. طبعا. يا محمد ده كده بجد ممكن المحل يقع خالص يا محمد. طب وبعدين؟ طب انا في فكره كده جت في بالي وخايفه ومتردده اقولها لك. ايه؟ وربنا يسامحنا وكل حاجه، بس عامه يعني هي امك وانت الوريث ليها الوحيد يعني. هي مش امك عندها 3 غوايش دهب مسح؟ طب الوريث الوحيد ازاي ومروه اختي؟ ماشي يا محمد، اقول لك على حاجه يا محمد. دلوقتي امك عندها 3 غوايش دهب تقيل مسح. هو انت عشان تقع ما تتحلم يعني تطلع بره المشكله اللي انت فيها دي، وعشان خاطر ما تقعش وتجارتك تقع والدنيا معاك تبوظ، انا اروح اجيب لك 3 غوايش نسخه من الغوايش الدهب ده بس ستانلس او دهب صيني، ونروح عند يوم عند امك اكننا رايحين نقعد معاها ونبات معاها، وانا اخش عارفه هي حاطه علبه المجوهرات بتاعتها فين، واخد ال3 غوايش الدهب احط بدلهم ال3. طب ازاي يا بنتي؟ طب ما نقول لها، هي ممكن تنقذني بدل ما نعمل امك كده. مش هتنقذك، ومروه السوسه هتفضل تقول لها يا ماما ممكن يخسرهم، يا ماما دهبك انت عارف امك، وانت اما ربنا يفتحها عليك تبقى تجيبهم لها تاني، ولا من شاف ولا من تاني، يبقى انت كده ضربت عصفورين بحجر. تفتكر يعني؟ وبعدين ده معلش مش هيبقى حرام ولا حاجه، هو كده ولا كده دهبك ومالك انت، يعني كله بتاع امك يعني بتاعك، وانت الولد الوحيد ليها. فكر في كلامي وانا على قيد التنفيذ. انزل دلوقتي اجيب ال3 غوايش ونروح نروح النهارده نبات معاها. الموضوع مش محتاج تفكير ولا محتاج ان انت تعصر في دماغك وفي قلبك. انا هنزل اجيبهم لك دلوقتي، وفي لحظات هيبقى معاك لا يقل عن 200,000 جنيه. انت عارف ال3 غوايش عاملين كام؟ الغويشه الواحده ماما لسه بايعه غويشتها عشان تطلع عمره، بايعه غويشه ب78,000. اضرب بقى 78 في 3. بس انا يا بنتي انا عمري ما عملت حاجه زي كده. ما تفكرش يا قلبي، انت ولا هتعمل اي حاجه خالص ولا هتعمل هم حاجه، حتى التفكير انا اللي فكرت لك، اي نعم تفكير شيطاني بس هيحل لك المأزق. انت كل ما عليك ولا هتشيل ولا هتحط ولا هتفكر اي حاجه، تقعد مع امك تليها، وانت عارف امك حبيبتك وما بتصدق تشوفك تفضل ود ود، وخالتك عطيات وخالتك عادات، وتقعد تتكلم معاها واكون انا عملتش تمام، ويبقى انا بقى ليا الحلاوه. ماشي ماشي. بس بقى حلاوتي بقى مش هتقل عن 50-40 ألف. هتعملي بيهم ايه يا هند؟ انت عارف صاحبتي راحت عملت بوتكس وفيلر وكده، وانا عايزه اروح اعمل الحاجات دي غاليه قوي. ماشي. يلا ربنا يخليك ليا يا قلبي، اروح البس بقى عشان الحق الراجل بتاع الذهب الصيني. اعوذ بالله من الشيطان، بس هنعمل ايه؟ الدنيا خلاص بقى وما عادليش واقفه. وبعدين هند انت تخفي ايدك شويه، احنا خلاص بنضيع، احنا هنضيع اكتر من المره اللي فاتت. مالها المره اللي فاتت؟ ما انا حلتها لك المره اللي فاتت يا بنتي ما المصاريف الكتير ديت خلاص بتدمرنا، وانا دلوقتي المحل عندي بيفضى تاني وهيحصل نفس الدوامة تاني. يا بنتي انا حاسس اللي من اليوم اللي احنا عملناه دهوت، وانا القولون بتاعي متدمر بسبب اللي انا عملته في امي. انا مش مسامح نفسي لحد دلوقتي. عندك حق والله، حتى الفيلر اللي انا عملته مش مجايب النتيجه اللي هي. طب وماما ايه يعني العمليه ديت؟ انا بصراحه ربنا من ساعه ما انت اتصلتي بيا وقلتي لي ان هند بلغتك ان هو محتاج يعمل عمليه في القولون، وانا ما بيني وبينك قلقانه على اخويا قوي. هنعمل ايه يا هند؟ ابي الله ودي حكمتك. وهي يعني مراته بتقول لك معهمش فلوس خالص، مع ان ماما الايام اللي فاتت كانت هند الفلوس عندها وكل شويه تعمل في الفيلر، يعني شكلهم ماما كان معاهم فلوس. بص يا حبيبتي، هو كان معاه فلوس وربنا كرمه وما اعرفش العجله مشيت معاه ازاي، وملى الدكان بضاعه وكل حاجه، فجاه شويه شويه الحاجات دي بدات تقل. مراته مش رحماه، مراته مصاريف 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 وطلبات وعمليات تجميل، هي طول عمرها مبذره. هو في كده الست بتلم جوزها، دي عايزه لها بنك.
خلاص يا مروه، بصي مش هنعيد ونزيد في اللي فات. احنا اهم حاجه عندنا بنتي حبيبتي دلوقتي عايزين نلحق اخوكي. طب ايه هتعملي ايه يعني؟ بصي انا اللي حيلتي كله اهو، انا محضراهم جنبي اهو. ايه دول؟ الغوايش بتاعتي. ال3 غوايش بتوعك؟ معلش، خديهم بيعيهم والفاتوره بتاعتهم جوه. بيعيهم، وانا هسبقك على بيت اخوكي وانت حصليني على هناك. زي ما هيجيبوا الفلوس دي هديها له، يسد ديونه، يعمل عمليته، يسد ديونه، يأسس في دكانه من تاني. لازم يقف على رجليه من تاني يا بنتي، ابني واساعده. هعمل ايه؟ ما انا لو مت وجرالي حاجه ما هم بتوعه مع ان ماما لما بيبقى ربنا كرمه ما بيديناش اي حاجه. معلش يا مروه، معلش يا مروه، وانت حبيبتي برضو ايه، يعني سامحي، عشان انا عارفه ان المفروض الدهب ده يكون ما بينك وما بينه. ما هو انت بس الحمد لله يا معلش. ماما ان انت عارفه كده. معلش، اخوكي في ضيقه يا حبيبتي، وانا اللي هقدر عليه هعمله معاكي. معلش. ماشي يا ماما، وانا عشان بس عارفاك يا حبيبتي طيبه وبتحب اخوكي، ما اقولكيش يا حبيبتي تنزل ماشي يا عن ماما. حقك في هو الدهب. بس عشان خاطر المرض يعني، هو يعني هنعمله ايه؟ ده واحد هيعمل عمليه بيها. ودي انت شايفه الديون والشغل هم اللي جابوا له المرض. طب خلاص شيل ماشي. الهم. شيل الهم دوت يا ماما، بيموت. يلا. طيب انا حبيبتي. هروح ابيعهم. وانا هروح له واجيلك على هناك. وتعالي ماشي لي على هناك. ماشي. ماشي. يلا يا حبيبتي. يلا ماما، سلام يا ماما. مع السلامه، ربنا معاكي. هبيعهم لك وهجيلك على طول بالفلوس ان شاء الله حبيبتي. انا قايمه رايحه له. كل ده من الفلوس الحرام. الله يخرب بيتك يا هند، يا ريتني ما سمعت كلامك. تعبان. لك يا محمد اعمل لك شوربه خضار. ايه ده؟ مين بيخبط؟ ايوه ماما. ازيك يا ماما؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ مامتك يا محمد، مامتك. تعالي يا ماما، تعالي يا حبيبتي. حبيبي سلامتك، الف سلامه يا الله حبيبي. يسلمك يا ماما. سلامتك اخويا، ايه اللي جرالك يا حبيبي؟ تعالي اتفضلي. ادي التفكير وسنين التفكير، ادي اللي جرالك يا حبيبي. ايه يا حبيبي؟ ايه يا امي؟ سلامتك، الف سلامه يا الله حبيبي. يسلمك يا حبيبتي. ايه اللي جرالك؟ تعبانة يا أمي من كتر التفكير يا أمي، القولون قام عليا جامد، مش عارف أعمل إيه. والدكتور قال لك ايه؟ لازم العمليه دي يعني يا محمد؟ منظار ويشوفوا لي بقى العملية بتتعمل إمتى بقى ويحددوا لي وكده. حول الله يا رب. طب بقول لك ايه يا محمد، ما تحملش هم حبيبي، ما تحملش هم خالص. انا عندي إزاي يا الغوايش يا حبيبي، هبيعها وهديك تعمل العمليه بتاعتك. ده دلوقتي يجيبوا مبلغ وقدره، انا عندي من بتوع زمان. طنط بعدين يا طنط الدكتور قال ان احنا لازم نعمل العمليه، هنجيب فلوس العمليه منين يا طنط؟ انا قلت ما يهموش، انا بعت مروه تبيع الغوايش بتاعتي. مروه إيش إيه بس يا ماما؟ يا هند ايه ده؟ شوفي في ايه؟ ايوه شوفي مين؟ ايه يا هند؟ ايه يا مروه؟ فين ماما هند؟ فين ماما؟ ايه الغوايش يا ماما اللي عندك مش ذهب يا ماما. امال ايه؟ سامحين يا ماما. ايه يا محمد؟ بدلوا بقى ذهب صيني. صيني ايه ده؟ بصيني ازاي؟ ماما يا مروه شفتي الموقف اللي انا اتحطيت فيه؟ انا الناس كانوا هيقبضوا عليا. ليه يا حبيبتي ما بعتيش الغوايش ليه؟ طلع الدهب صيني، طلع مش دهب بتاعك. اتاري ابنك عارف. انا داخله اهو بيقول لك. مين غيرهم يا محمد؟ هند يا ماما. من بيتي يا محمد. سامحيني يا أمي. دخلت بيت امك وبدلت الدهب بصيني. أنا كنت هجيب لها مكان. لا يا محمد، انت لو كنت قلت لي عايز فلوس يا حبيبي ما انا كنت اجيبهم لك برضايا. انا شايلهم لمين؟ ان هو مش وقت ما انت اتزنقت انا جايبتهم لك لغايه عندك، مش مطلعاهم طبعا ده تخطيط العقربه، تخطيط اللي منها لله، اللي منها لله. مش كان زمانهم نفقوك دلوقتي لما راحت تتمسخر بيهم وانا اقول يا اختي العز اللي ظهر عليكم فجاه، وكل شويه عند الكوافير بتنفخ وبتشد. يا ريتها استنفعت بفلوسهم بيك في حاجه ولا نجدتك. اهي الدنيا لفت عليك، اتدينت. طب هتعمل ايه دلوقتي؟ فضي وعايز كمان عمليه. هو قول لي بقى يا انت ابني، فاكر ان المال قول لي الحرام دوت بيفيد حد؟ اديك اتمرة. قعدت تقول لي هتردهم لها تاني اول ما تقف على رجلك. هو عمر الحلال يا محمد ده الحرام بياخد الحلال ويمشي. ليه يا محمد تعمل كده؟
ليه محمد؟ ده انا ربيتك يا ابني على صح. انا يا امي نويت اللي انا اردهم لك يا امي، يا حبيبي ومش سيبك من هسكت إلا لما تردهم. انا أردهم عملت لك. مشكله اتالف عند السايق اقول له لا، ده الفاتوره هي، تقول لي لا ده هبصيني وانا هتصل بالبوليس وكان هتحصل مصايب سودا. شفت عاجبك كده اللي احنا وصلنا له؟ عاجبك يا حبيبي كده؟ تعبان ده يا انا ما أمي، ربيتك تعبان، وانا مش هتعمل هيهون إيه؟ عليا اشوفك تعبان. هيهون عليكي يعني ايه هيهون عليكي؟ ما خلاص يا اختي الفلوس اللي كانت حيلتك اتاخدت، هيعمل بيها ايه؟ خلاص يا مصارفها. مروه، خلاص يا مروه، مش هنزود وانت عليه. مشاكلك اتحلت يعني؟ لا مش هنزود اتحلت عليه. مؤقتا، واديك دلوقتي برضه محلك راجع تاني من غير بضاعه، واديك تعبان. ادي الفلوس الحرام يا محمد. خلاص يا مروه، ما فيلوش لازمه، ما تتعبيش اخوك اكتر من كده، ولا يهمك يا محمد. خلاص يا حبيبي انا مسامحاك، انا مسامحاك يا حبيبي، ما تحطش في نفسك. انا كل اللي املكه دلوقتي الحلقه اللي في ودني والخاتم اللي في ايدي، هقلعهم يا حبيبي وهتصل بخالك. وهتقعدي كده؟ حبيبتي اديني فرصه. انا ليا ايراد في البلد عندك يا كمان؟ كان بيزرعه وبيبعت لي ايراد وبعيش بيه بناقص يا انا حبيبي. كده بتحمل عليكي لا قوي. هبيعه يا ابني واعمل لك العمليه. هو انت ما خلفتيش غيره؟ هعمل يعني لك. هتضيعي كله ليه هو؟ اسيبه يضيع قدام عيني يا مروه؟ ده اخوك يا حبيبتي وانت طول عمرك حنين عليه. طب ما وانا اخد ربيتكوا ما قلبكوا اخد على قلب ما اخد بعض. الذهب كله كمان، هتديله معلش. الباقي من معلش. اللي عندك وتبقي قاعده كده؟ معلش، المسامح كريم يا حبيبتي. الام مهما كان عمرها ما تقسى على عيلها، عمرها ما تقسى على عيلها. بس لا حول ادعي له ولا قوه بالشفاء، الا بالله. وادعي له ان ربنا لا حول يقومه ولا قوه بالسلامه الا من بالله. العمليه. واللي ربنا يجعل يخليكي ليا يا اللي أمي، يجعل مش عارفة فلوس ما أقول لك يهمكش إيه يا أمي. محمد. بس انا لايمه عليك بس ان انت سمعت الشيطان امره وتقضيه يا حبيبي. ان انا طول عمري مربيك على الحلال والحرام يا حبيبي. ما كنتش احب أنا عارف، اشوفك أنا في ما الموقف كنتش ده. مسامح نفسي. ما احبش اشوفك في الموقف ده يا حبيبي. يلا عفى الله عما سلام حبيبي، ربنا بقى يعوض عليك ان شاء الله. بس اهم حاجه تعمل عمليه وتقوم بالسلامه. انا عايزه اشوفك قدام مني سليم، وانا هدعي لك حبيبي ومسامحاك وقلبي مسامحك. خليكي ليا يا امي. هعمل إيه؟ انا بس اقوم اقف على رجلي وارجع تاني زي ما كنت، وهرجع لك كل اللي انا اخدته منك، وهي مش هتبقى على ذمتي خلاص. هي ما صانتش النعمه يا محمد، هي ما صانتش النعمة. حسب الله ونعم الوكيل فيها.